كنت دايما بسمع عن حوار المحلل ده، وبشوف ناس كتير فعلا بتفكر فيه، خصوصا لو اتنين متجوزين واتطلقوا بس لسه بيحبوا بعض، أو حتى لو بينهم مصلحة. لأن زي ما انتوا عارفين، الناس اللي معاها فلوس دي ليها عالم تاني خالص. وأنا بصراحة بعتبر نفسي من الطبقة دي. أول مرة أشوف موضوع المحلل من قريب كانت مع صاحبتي شيماء. شيماء دي كانت متجوزة جمال، وكانوا بيحبوا بعض حب مش طبيعي، بس خناقاتهم كانت كتير وكل شوية مشكلة، وفي الآخر اتطلقوا بعد ما وصلوا للثلاث طلقات. بس عشان هم فعلا كانوا بيحبوا بعض، جمال اتجنن وعايز يرجع لشيماء بأي طريقة. المشكلة إنه ما يقدرش، إحنا ناس معروفين ولينا سمعة، وكل تصرف محسوب علينا. فكان صعب عليه يدور على محلل بجد. إزاي يعني يتجوز واحدة تانية عشان يطلقها ويضمن مراته ترجع له، ولو حد من صحابه الأغنياء أو منافسينه عرف؟ الموضوع بالنسبة له كان مستحيل. ساعتها شيماء جات لي منهارة وقالت لي أنا عايزة محلل بأي طريقة. طلبت مني أدور لها على حد يكون ثقة، بس وقتها ما كانش عندي حد أرشحه. فقلت لها بصراحة الموضوع صعب. قالت لي حتى جمال نفسه مش لاقي حد، وما ينفعش حد يكون عارفه أو ليه علاقة بينا. فعلا الموضوع كان أزمة. أنا في الأول ما اهتمتش، بس لما شفتها منهارة كده قلبي وجعني، خصوصاً إنها عايزة ترجع لجوزها عشان عيالها وتكمل حياتها. قلت خلاص هشوف لها حد، وما سبتش الموضوع من دماغي. وفي يوم وأنا راكبة أوبر قابلت سواق اسمه سالم، شاب شكله حلو ومحترم وخجول جداً. من أول ما ركبت ما كانش بيبصلي، وكلامه قليل وراقي عكس ناس كتير بيركبوني. وقتها حسيت إن سالم مختلف، عينه فيها حزن وكأنه شايل هم كبير. قررت أكسر الصمت وأتكلم معاه. بدأنا نحكي عن نفسه وأهله وظروفه، وعرفت إنه عنده بنت صغيرة مريضة جدا وعلاجها غالي قوي، وهو ظروفه على قده، فبيشتغل على العربية دي بعد شغل الصبح. من كلامه حسيت إنه إنسان جدع ومحترم، وحكالي كمان عن مراته وحياته. وقتها حسيت إنه الشخص اللي بدور عليه. طلبت رقمه وقلت له من دلوقتي أي مشوار هكلمك أنا مباشرة، عشان ما يتخصمش منه من التطبيق. وهو وافق. بس بصراحة من أول يوم سالم ما خرجش من دماغي. معرفش ليه، أول ما شفته جه في بالي إنه ممكن يكون هو المحلل. عارفة إنكم هتستغربوا، سواق ويكون محلل؟ بس هو فعلا مناسب، مش من دايرتنا ولا حد يعرفه، وفي نفس الوقت شكله أمين جدا. كلمت شيماء وعرضت عليها الفكرة، لقيتها فرحت جدا وقالت لي يا ريت ده يبقى معروف عمرك. أول ما ركب معايا تاني يوم بدأت أتكلم معاه عن شغلانة ممكن تكسبه مبلغ كبير جدا. ساعتها وشه اتغير وعينيه لمعت، واضح إنه محتاج فلوس. قلت له بكرة نتقابل في ميعاد معين نتكلم بالتفاصيل. وافق وقال لي مستحيل أنسى. وتاني يوم فعلا اتفقنا. قلت له نقعد عندي في البيت، بس رفض. قال لي أنا مطلعش شقة واحدة مطلقة لوحدها. وقتها حسيت قد إيه هو إنسان محترم، فقلت له خلاص نتقابل تحت في العربية. بدأت أشرح له الموضوع. قلت له الشغلانة مش شغلانة، دي خدمة. وحكيت له عن شيماء وجمال وإنهم محتاجين محلل عشان يرجعوا لبعض. سالم سكت واتصدم، قال لي إزاي يعني؟ لا طبعا. قلت له بص، هتاخد مبلغ كبير هيفرق مع بنتك وعلاجها، وهتكسب ثواب. دول اتنين بيحبوا بعض، وانت هتكون سبب إن بيتهم يتلم. هو كان رافض، بس بعد شوية قال سيبيني أفكر، ومشي من غير ما يحدد. كلمت شيماء وقالت لي إنها مرعوبة ومستنية موافقته. بعد يومين كلمني وقال أنا وافقت، حددي ميعاد نتقابل. اتفقنا وجبتهم يقابلوا بعض. جمال كان متوتر جدا، كل ما يبص لسالم عينه تولع شرار، لأنه دلوقتي جوز مراته لو مؤقت. بعد ما مشي كلمت سالم وقلت له أنا مش عايزاك تسيب شيماء كده. قال لي إزاي يعني؟ قلت له عارف إن من شروط المحلل إنك تدخل بيها عشان الجوازة تبقى صحيحة. سالم اتصدم وقال لي
بس جمال قال لي ملكش دعوة بيها. قلت له ملكش دعوة بجمال، شيماء فاهمة الموضوع، وانت دلوقتي جوزها شرعا. سكت شوية وبعدها قال لي خلاص ماشي. بصراحة معرفش ايه اللي خلاني أعمل كده. قررت أسجل لهم فيديو، يمكن في يوم ينفعني، يمكن أستخدمه ضد شيماء لو قلبت عليا. بس وأنا قاعدة لقيت نفسي معجبة بسالم. أنا ست لوحدي، مطلقة ومش متجوزة. كنت كل يوم أتمنى أكون مكان شيماء. سالم واضح إنه حب شيماء حب جنوني، وكان مستعد يعمل أي حاجة عشانها. وفي يوم قررت أفتح معاه الموضوع. قلت له بمنتهى الصراحة نفسي تكون معايا. بصلي باستغراب وقال لأ، مش عايز أعمل كده. قلت له ليه؟ شايفني وحشة؟ قال لي لأ، وسألني شيماء رجعت لجمال ولا لأ؟ قلت له ركز معايا، شيماء بتحب جوزها وخلاص هترجع له، أنا اللي عايزاك. قعدت أتكلم معاه واتدلع عليه. لقيته بيقول لي أنا ما بحبش أعمل حاجة حرام. قلت له طيب عايز إيه؟ قال لي لو عايزة أكون معاك يبقى نتجوز. قلت له نتجوز؟ قال لي أيوة، في السر، بس عند مأذون، من غير ما حد يعرف، ومراتي ما ينفعش تعرف. قلت له ولا أنا عايزة حد يعرف. قال لي خلاص اتفقنا. وفعلا اتجوزنا، وعشت معاه أجمل أيام حياتي. ارتحت معاه جدا وحبيته، وكان كل وقت فاضي بيجيلي. بس في حاجة كانت مضايقاني، سالم دايما يسألني على شيماء، دايما يجيب سيرتها، لحد ما في مرة وإحنا مع بعض ناداني باسمها. قال لي وحشتيني يا شيماء. أنا من جوايا اتكسرت، ده جوزي دلوقتي وإحنا متجوزين بالحلال، ليه يفكر فيها؟ واجهته، قلت له شيماء فيها إيه أحسن مني؟ ليه مش حاسس بيا؟ قال لي ببرود أنا فعلا بحب شيماء، واتجوزتك علشان أغيظها، كنت متأكد إنك هتروحي تقولي لها. لما عرفت شيماء ما اتضايقتش ولا حتى اهتمت، قالت لي ربنا يهنيكي. ساعتها حسيت بإهانة كبيرة، وأخدت الموضوع على كرامتي. وأنا منهارة قررت أعرف جمال كل حاجة. بعتله الفيديوهات اللي عندي. جمال ضرب شيماء ضرب مبرح، بس ما عملهاش حاجة تانية. قرر ينتقم من سالم، وجاب مسجلين خطر، نصبوله كمين وخطفوه وموتوه وولعوا في عربيته. القصة دي بتوضح قد إيه القرارات اللي بناخدها في لحظة غضب ممكن تدمر حياة ناس كتير. حوار المحلل ده مجرد حل مؤقت لغلط كبير، بس بيجر وراه مصايب أكبر. المشكلة مش في الدين أو القانون بس، المشكلة فينا إحنا، بنختار الحل السهل ونفتكر إننا بنمشي حلال على الورق، لكن النتيجة قصص مأساوية زي دي: الغيرة، الحقد، الطمع،